تحياتي لكم متابعينا الأعزاء، رمضان كريم عليكم والله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. هذا مقطع خاص للأهالي العزيزية الأعزاء، للمتابع حيدر خان من العزيزية، والمتابع الجديد حسين تحياتي له من العزيزية، والمتابع علي كاظم من العزيزية، كافة أهالي العزيزية وأهالي محافظة واسط. سألني المتابع حيدر خان من العزيزية، طبعا راد مني زوجين طيور وصار له كم شهر يلا جا اخذهن، فسأل لي شنو الاكل مال الطيور، شطيهن يعني الطيور مالاتي بالاكل، حنطه غير حنطه. المهم انا سألني فراح اقدم هذا الفيديو الطيور، اكل الطيور اللي في فصل الصيف، لان هسه فصل الصيف هو سألني بشكل عام. ففي فصل الصيف انا اخلي للطيور اكثر الدخن والإذرة البيضاء، لأن حبوب باردة، يعني أكثر الحبوب الباردة بشكل عام في فصل الصيف. الحبوب الباردة أخليه دخن وإذرة بيضاء بشكل رئيسي، مثلا 10 كيلوات، 3 دخن، 3 إذرة بيضاء، وحنطة كيلو واحد، مثل ماش كيلو، قرمط كيلو، وهكذا. يعني الشيء الرئيسي الإذرة البيضاء والدخن، والحنطة لو أقللها كلش لو ألغيها لأن حارة بالصيف. وتحياتي لأهالي العزيزية حيدر خان، والمشترك الجديد حسين، وعلي كاظم، وكافة مشتركي العزيزية وأهالي محافظة واسط، شارع قلع، وكافة محافظاتنا الكريمة، الله يحفظهم بحق محمد وآل محمد. أحد المتابعين الأعزاء علق على الفيديو السابق، خليت أكل للطيور داخل البرج، يعني قدمت فيديو عن لأن كان أكو طيور برية، تلاحظون اكو طيور بريه نزل من الطيور، فلاحظت فيه طيور مريضه، فايش سويت؟ شرحت على هذا الموضوع وخليت الاكل داخل البرج. فاحد المشتركين الاعزاء اسمه هشام قال لي، كتب لي تعليق: اكبر خطا انه تخلي الاكل داخل البرج. المهم صحيح حكي، يعني قصده اذا اكو اوساخ وهذه فينقل الامراض. انا خليت جوا لان شفت طيور بريه مريضه جاي نزلا، فاضطريت اخلي الاكل جوا واشرح هذا الموضوع عن الاكل داخل الاكل، يعني المحافظه على الطيور من الطيور المريضه البريه تنزل وياه. شوف هسه هاي الطيور، يعني انا قبل كم فتره شفت طيور مريضه فحبست الطيور داخل البرج، هسه ما جاي لاحظ الطيور مريضه ما قام يجن. المهم تحياتي للمشترك هشام وكافه مشتركينا الاعزاء. النظافة شيء مهم جدا للطيور، للأكل، للمي، وداخل البرج، لأن من تحافظ، أهم شيء تحافظ على الطيور من الأمراض خلال النظافة والحبوب الجيدة. محمد شو تسوي صعد؟ شنو صعد وراي؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. الجو حار اليوم، حتى التصوير يعني وقف عنده مرتين وعدته، يعني الجهاز يوقف حرارة الجو، فراح أخلي المقطع قصير. تحياتي لمتابعينه. المهم هذا المقطع قد حبيت أقدمه عن أكل الطيور في فصل الصيف. المهم الصيف بشكل عام طيور أخلي حبوب باردة، الدخن، إذرة البيضاء بكمية، يعني النسبة الأكثر، يعني 10 كيلوات أخلي بيهن 6 7 دخن وإذرة بيضاء، 3 دخن 3 إذرة بيضاء، وإذا أخلي حنطة كيلو واحد، ماش كيلو، قرمط كيلو، وشوف بعد شو خليه يعني اللي يحتاج الطيور. المهم النسبة الرئيسية هي الدخن والإذرة البيضاء المفيدة للطيور الثقيلة، يعني إذا عندك طيور ثقيلة ما تطير،
يعني خلينا نقول طيور سمينة تستخدم لها الإذر الدخن والإذرة البيض. لاحظوا متابعينا الأعزاء الطيور البرية شلون تنزل، فاحتمال مريضة تأثر على الطيور. تصعد وراي. ليش صعد وياي؟ ليش صعدت هنا؟ ليش صعدت وراي؟ ليش تصعد؟ كل ما صعد تصعد وياي على الطيور. ها؟ عوفن؟ ها؟ شو يسوي؟ شو يسوي صاعد؟ شو يسوي لهن؟ طيرهن؟ يلا طيرهن. روح طير ذليك برا روح. يلا. يلا طيرهن طيرهن. يلا طيرهن. تحياتي لكم متابعينا الاعزاء، الله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. الجو حار كلش، حتى الجهاز جاي يطفي، الحين جاي يوقف على التصوير. محمد. هاي حبيبي. الجو حار الجهاز وقف. تحياتي لكم، وإن شاء الله أقدم لكم فيديوهات عن علاجات الحمام إن شاء الله تعالى. وتحياتي لكافة متابعينا الأعزاء كافة المحافظات، والله يحفظهم بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.